أشهر شخصية مريضة نفسيا في عالم الأفلام. تخيل تبقى قاعد بتتفرج على شخص وفجأة تلاقيه بيتحول لشخصية تانية قدام عينيك، مش شخصية واحدة ولا اتنين، دول 23 شخصية مختلفة. واللي بيحصل ده مش مجرد تمثيل، ده من أعظم الأدوار اللي اتعملت في تاريخ السينما على انفصام الشخصية. والشخص ده هو كيفن ويندل كرامز من فيلم سبليت، واحد من أخطر وأعد الشخصيات في عالم الأفلام. بس قبل ما نبدأ يا ريت تعمل لايك واشتراك وتكتب رأيك. بداية الفيلم بنشوف بنت قاعدة لوحدها في عيد ميلاد صاحبتها وسرحانة وكله بيحتفل، وبنعرف إن اسمها كيسي، واضح إنها انطوائية ومنعزلة عن الباقي. وبنشوف صاحبة العيد الميلاد واسمها كلير، وبنعرف إن صاحبة كيسي ولكن مش قوي. بتروح تكلم والدها وبتبتدي تتكلم عن كيسي وتقول إنه ما كانش يعزمها ولا يكلمها، وابتدت تتكلم عنها بشكل مش كويس، إنها بتهرب من البيت وإنها انطوائية. لكن والد كلير باين إنه شخص كويس وبيبقى متعاطف معاها، عشان كده بيقول لها إنه هيوصلها. وفعلا بيخرجوا ويركبوا العربية، ولكن والد كلير وهو بيحط الشنط شخص بيبدأ يقدم عليه، والدها بيقول له أقدر أساعدك بحاجة. وبنشوف كيسي وهي قاعدة في الكرسي اللي قدام وكلير وصاحبتها ورا. كيسي بتسمع خبطة جامدة في العربية، وبيبدأ شخص يركب العربية وهي بتبدأ تربط الحزام، ولكنها وهي بتعمل كده بتبص في المراية بتلاقي إن الشنط مرمية على الأرض. وبتبص جنبها بنشوف شخص لابس نضارة وأقرع، وكلير وصاحبتها بياخدوا بالهم وبيبدأوا يقولوا له أنت شكلك ركبت العربية الغلط. بيلبس ماسك وبيقوم رش عليهم مخدر وبيناموا. بيبدأوا يصحوا في أوضة وبنشوف كلير وصاحبتها مع بعض وسايبين كيسي لوحدها. وبيدخل عامل الأقرع وبيحط الكرسي وبيبدأ يمسح بقطعة قماش الكرسي، وده واضح إنه بيعاني من وسواس قهري بالنظافة والترتيب. واختار صاحب الكلير وأما سيكا قال لها أنا اخترتك، إحنا مش هناخد أكتر من دقيقة. ولكنها فلتت منه وراحت لكيسي وقالت لها Pee on yourself. Pee on yourself. زي ما سمعت كده اعملي على نفسك. هو بياخدها وبيخرج، وفعلا دقيقة وبيدخلها تاني وطلع كان عايزها ترقص له. وبنشوف انها عملت على نفسها فعلا. بنبدأ نشوف ست كبيرة وبتسمع خبر خطف الثلاث بنات، وبتبدأ تروح على الكمبيوتر وتبعت ميل لشخص اسمه باري وتقول له انها عايزة تشوفه. وبنشوف ان الثلاث بنات وكلير بتحاول تقول لهم انه لازم يهجموا عليه سوا، ولكن كيسي بتقول لها اقعدي ساكتة احنا مش هنقدر عليه. بنشوف كيسي وهي طفلة مع والدها وعمها جون وهو بيعلمها الصيد. وبنشوف إن محادثتها مع والدها إنها بنت ذكية ولبقة ومنفتحة للحياة زي أي طفلة. وبنشوف اللورا لابس لبس مختلف وعايزك تركز في موضوع اللبس ده، وراح لنفس الست الكبيرة واداها رسومات لتصميم الأزياء. وبنعرف إن اللورا ده هو باري، وبنعرف إن الست دي دكتورة واسمها فليتشر. وبتبدأ المحادثة إن باري بيبدأ يطمن عليها ويسألها على الشغل. بتقول لي باري إنها هتعمل محاضرة قريب عن الاضطراب النفسي وانفصام الشخصية. بتبدأ تحس إنه مخبي حاجة وبتسأله، ولكنه بيقول لها إن كله تمام وهجيلك الزيارة الجاية. بنشوف التلات بنات وهم قاعدين بيبصوا من فتحة صغيرة من الباب وشايفين واحدة ست، وسامعين إن في محادثة بين الشخص اللي خاطفهم وهي. وبتبدأ تسألهم هما كام واحدة جوه، وبيبدأوا يندهوا عليها ويطلبوا المساعدة. وبتبدأ الست تقدم على الباب وبيبدأ يقولها لا ما تدخليش جوه. وهوب بنلاقي إن اللي لابس الست ده الشخص اللي خاطفهم، وبتقول لهم ما تقلقوش دي نسي يسمع كلامي. والبنات بتبقى واقفة مصدومة مش فاهمة حاجة. بنشوف الدكتور وهي بتقفل درج مكتوب عليه المريض رقم 600. بيدخل عليهم الشخص اللي خاطفهم بنفس اللبس الأقرع اللي هو في أول الفيلم، ومعاه أدوات تنظيف للحمام وبيديها لهم. بيقول لهم بتريسا قالت لي اكون كويس معاكم، اوعدكم انا مش هضايقكم تاني. بيخرج بنشوف ورقه على الارض والكاميرا بتتنقل بينهم، وبنشوف مكتوب المريضه رقم 616 بتريسا، المريض رقم 617 دينيس، المريض رقم 617 هيدوينج. هتعرف فايدة الورقه ده قدام. بنشوف كيسي وهي بتقوم من النوم الباب مفتوح والشخص اللي خاطفهم لابس لبس مختلف تماما، وبيبدأ يقول لهم انا اسمي هيدوينج وعندي شرابات حمراء. وبنشوف حتى ان طريقه كلامه متغيره وتحس انه طفل 10 او 11 سنه. وبيبدأ يقول لهم هو جاي ليكم ويعمل حاجات فيكم مرعبه، وبيعمل حركات كلها طفوليه. كسب بتسأله انت عندك كام سنة؟ قال لها 9. بتبدأ تسأله هو انت الشخص اللي خطفنا؟ قال لها لا. قالت له ولا حتى الست؟ قال لها لا. قالت له انت تقدر تساعدنا؟ قال لها مش هعرف انا جاي من ورا دينيس. بنشوف كيسي ابتدت تفهم انه مريض نفسي، وبتقول له احنا سمعنا حاجة وعايز اقولها لك بس تعالى عشان هقولها في ودنك. وبنشوف هو بيتحرك زي الاطفال وتبدأ تقول له دينيس جاي لك انت مش احنا. انا سمعت هو وبتريسا انهم عايزين طفل المرة دي. بيبدأ يخاف ويدمع زي الاطفال. تبدأ تقول له انت لازم تساعدنا وتخرجنا من هنا. بيرفض وبيقول لها احنا خدنا وقت كبير في تحسين الغرفة دي، وبيسيبها ويخرج. بص كالعادة انت حاسس انك تايه دلوقتي. احنا حاليا معانا 3 بنات مخطوفين وشخص اقرع، وكل شويه يلبس لبس مختلف ويتكلم بطريقه مختلفه. الاقرع ده هو باري ودينيس وباتريسا، هم كلهم شخص واحد بس هو بيعاني من انفصام الشخصيه. فكل لبس وطريقه كلام وافعال هتدل على الشخصيه الحاليه اللي هو ايه مسيطر عليه. ده بس توضيح سريع. نكمل. كيسي والبنتين بيبداوا يخبطوا على الحيط عشان يلاقوا اي خشب يقدروا يكسروه، وفعلا كلير بتلاقي مكان في السقف يقدروا يخرجوا منه. بتبدا تكسر فيه وكيسي بيترعب من فتحه الباب، واللارا بيرجع تاني بشخصيه الطفل، وبيبداوا يزقوا الباب عشان ما يعرفش يدخل. وكلير قدرت فعلا انها تشيل الخشب كله وبتبدا تطلع من السقف. وبيبدا هيدوينج يحاول يفتح الباب ولكنه مش بيقدر. واثناء ما كلير بتطلع من السقف بنشوف الشخص ده هو بيفتح الباب بقوه اكبر بكتير من شخصيه هيدوينج، ودي شخصيه دينيس.
وكلير فعلا بتقدر تطلع وبتنزل من فتحة تانية وبتجري، ولكن دينيس بيجري وراها وبتحاول تستخبى في لوكر ملابس، ولكنه بيشوفها وبيحبسها في أوضة تانية لوحدها وبيرجع ويقفل السقف. بنشوف الدكتورة النفسية بتعمل محاضرة أونلاين عن الانفصام، وبتقول إن الشخص اللي بيعاني من الانفصام بيكون كل شخصية مختلفة عن التانية من حيث التفكير ومعدل الذكاء والقوة الجسمانية وحتى طرق المعيشة. وبنرجع نشوف باري راح للدكتورة تاني وبيوراها رسوماته، لكنها بتبدأ تسأله وتقول له انت مين؟ قال لها انا باري. قالت له لا، انت ممكن تكون اي شخصية تانية، ممكن تخليني اتكلم مع اي حد منهم؟ قال لها لا، انا قايل لهم اني جاي انا اللي هعمل المقابلة دي، وانا قلت لك انا باري. قالت له خليني اقول لك انت مين من ال 23 شخصية اللي في جسم كيفن. واحنا كده عرفنا ان الشخص ده اسمه الحقيقي هو كيفن، وعنده انفصام وصل ل 23 شخصية. تكمل الدكتورة انا بقول انك دينيس لانك اول ما دخلت عدلت طبق الشوكولاتة مرتين وانت عندك وسواس قهري. قال لها لا انا باري. بنشوف الدكتورة انها عملت انها مصدقاه. كيفن بيحاول يثبت انه باري مش دينيس عن طريق انه ياكل شوكولاته وبيمسحها في هدومه على اساس انه مش عنده وسواس قهري يعني. الدكتوره قاعده بتبص له لكن مش مصدقاه، وبتخلص المقابله والدكتوره بتراجع الكاميرات مع شخص اسمه جي. بنشوف كيفن وهو نازل وبيعدي من فوق المخلفات. جي قال لها ده شخص مش نضيف. قالت له لا، اي حد هيعدي عليه عادي. لكن كيفن بيمثل انه شخصيه باري مش دينيس. بنشوف كيفن وهو بيصحي كيسي بشخصيه بتريسا وجايب لهم اكل، وبيبدا يسرح شعر كيسي مش عارف ايه شخصيه الام دي. بعد كده بياخدهم من المطبخ عشان ياكلوا. مارشا اللي هي صاحبة كلير بتبدا تشاور على الباب لكيسي اثناء ما كيفن بيعمل سندوتشات، وكيسي بتقول لها لا. مارشا بتقوم بالراحه وبتجهز الكرسي وبتضربه على ظهره وبتجري. كيفن بيطلب من كيسي تروح الاوضه وتقفل الباب، وفعلا بتسمع الكلام. ردود افعالها وتصرفاتها غريبه. كيفن بيقدر يوصل لمارشا وبيحبسها لوحدها هي كمان. ودينيس بيرجع لكيسي بيقول لها الوحش جاي لهم، وعلامات الوسواس القهري ظهرت عليه اول لما بيلاحظ بواقي السندوتش على هدوم كيسي. وبنشوف ورقه مرسوم عليها وحش كبير بطريقه رسم الاطفال. بنشوف شخصيه هيدوينج وهو بيقول لها ان لازم كل شخصيه فينا تستنى وقت ظهورها، وباري هو اللي كان مسيطر على ده، ولكن خلاص انا اللي سيطرت عليه. وبتريسا ودينيس سمحوا لي اني اظهر بدل باري واتحكم فيه. بيحكي لها ان في كاسة اغاني في الاوضه بتاعته جنب الشباك. كيسي بتطلب منه انه ياخدها هناك وهو بيوافق، لكن لما دينيس يخلص طقوس الاستعداد بتاعته. بنشوف الدكتور وهي بتكلم دينيس وعامل شخصيه باري، بتقول له انت طلبت ليه تقابلني ضروري وبعت لي ميل الساعه 12 بالليل. قال لها انا كنت بحبط بس بقيت كويس دلوقتي. ولكن الدكتوره بتبقى واثقه ان ده دينيس. تبدا تقول له انها فاهمه هو ليه بيسيطر على الشخصيات التانيه، وانه شخص قوي وملتزم وعايز يحمي كيفن. وبتقول له انا مش عايز اذي الشخصيات التانيه زي لو قلت اسم كيفن بالكامل، ركز في موضوع الاسم الكامل ده. لكن مقتنع بيك وبقدراتك بيبدا ملامح وشه تتغير وبيبدا يعدل قعدته. بيقول لها كيفن ضعيف ومش يقدر يواجه العالم، وجودنا شيء اساسي. بتساله على قصه الوحش وانه مجرد خيال، وقصه ان الوحش قاعد مستني في القطر ده بسبب ان والد كيفن سابه ومشي من هناك مش اكتر، انما هو مش شخصيه معاكم ولا حقيقه. بنرجع لهيدوينج بيروح عشان يجيب كيس لاوضته، وبيروح وبيبدا يشغل الكاسيت وبيبدا يرقص زي اللهبل. بيخلص ويبدا يسال على الرقص بتاعه، وقالت له زي الخرا. لا طبعا. بتقول له انا مش فاهمه فين الشباك اللي الكاسيت جنبه. راحوا بيوريها الشباك وطلعوا ان ورقه مرسوم عليها الشباك. هي دلوقتي هيبقى عندها حاله نفسيه من العبط ده. تبدا تقول له ساعدني عشان اخرج. هو بيرفض وبيحاول يخرجها من الاوضه. تبدا تتحايل عليه وتترجاه وبتقول له انت قلت لي انك هتوريني حاجه جامده. وبيطلع ان هو مخبي جهاز لاسلكي. بيقول لها ده مش لعبه، ده حقيقي، ده بتاع دينيس، بنقدر نسمع الناس منه. تبدا تحاول تشغل الجهاز وتبدا تسمع اشارات. هيدوينج بيقول لها اوعي تتكلمي، لكنها فعلا بتتكلم وبتضربه بالقلم عشان يبعد عنها. وبتتكلم وبتقول اسمها وانها مخطوفه مع بنتين كمان. وهيدوينج بيحاول يضربها بعصايه البيسبول، ولكنها بتقدر تفلت وبتضربه وبيختفي لمده ثواني. وبتبدا تقول انها مخطوفه، ولكن العبيط التاني فاكر انها زميلته بتهزر معاه. وبنلاقي بيري ظهر لها وبياخد منها اللاسلكي وبيقفله، وبيروح يرجعها اوضتها. بيقول لها الكلام كان على بتوع التعزيه الميت، وبيقول لها ان دينيس هيشرح لها ده النهارده. كيسي بتلاحظ مسمار على الارض وبتاخده، وبيظهر دينيس وبيقول لها كلام عبيط عن الوحش وانه عنده قدرات تفوق اي حاجه، وبيسيبها ويخرج. بنشوف كيسي وهي طفله مع عمها جون، وبيحاول يقنعها انهم يلعبوا لعبه معينه، وبيعتدي عليها. بيجي رسالة للدكتورة من باري ب20 رسالة بانهم محتاجين ليها. الدكتورة اول لما بتقرا الرسائل بتوصل فورا للمكان اللي عايش فيه كيفن، واللي بيقابلها شخصية دينيس. بتقول له انا عارفة انك عايز تحكي لي حاجة، ليه ما ندخلش وتقولها لي؟ بيدخلوا فعلا. بيبدأ يحكي عن شخصية كيفن وامه لما كان عنده 3 سنين، وان امه كانت قاسية جدا عليه لحد ما كيفن اضطر ان هو يخلق شخصية دينيس اللي عنده وسواس قهري. اول لما ظهر الامور اتحلت. بيقول لها انا من دلوقتي الوحش لازم يظهر وانه اقوى من دينيس عقليا وجسمانيا. تقول له بس ده خيال. تبدأ تقول له دينيس هو في شخصية رقم 24 ظهرت. قال لها الخيال ممكن يبقى حقيقة. فبيحكي لها عن مقال هي كتبته عن بنت كانت عامية وكان عندها مرض تعدد الشخصيات، وان الشخصيات التانية كانت بتشوف عادي، وان انت قلت ممكن يكون خلايا عصبية اتجددت بسبب انها اقتنعت بده، وانه هيقابل الوحش النهارده. الدكتورة بتعرف ان في حاجة غلط هو بيعملها، فبتقول له احنا هنتكلم بكرة في الجلسة لما تجيلي. وهي خارجة بتحط منديل مكان قفل لسان الباب، وبتطلب منه انها تروح الحمام، وبيقول لها تقدري توصلي في اخر الممر. وبتبدأ تمشي لحد ما بتوصل لباب كبير وبتفتحه، وبتتصدم. بيظهر دينيس وبيقفل الباب على طول. تبدأ تقول له ان ده غلط وجريمة وان البنات دي بتعاني، ولكنه بيرش المخدر بينقلها لأوضة تانية. بداية من هنا رشح لك انك لازم تتفرج على كل اللي حكيه ده في الفيلم نفسه. بنشوف دينيس وهو في محطة القطر وبيقلع النضارة، بيبقى شخصية باري وبيستلم ورد، وبيوصل وبيقف يستنى القطر.
وبيلبس النضاره تاني وبيبقى شخصيه دينيس. وفي نفس الوقت 3 بنات بتحاول انها تخرج، وكيسي بتنجح انها تخرج من الاوضه ولكنها محبوسه في اوضه تانية. ولكنها بتلاقي الكمبيوتر وبتبدا تقلب فيه، بتلاقي ان في 23 فيديو لكل الشخصيات، وبتقعد تتفرج عليهم وبتسيبهم شغالين وبتقوم تحاول تكسر الباب. دينيس بيحط الورده على الارض وبيركب القطر، وبنشوفه هو بيبدا يقلع هدومه وبينزل على الارض وبيبدا يقوم تاني، والكاميرا بتعمل تاثير الدول زوم اسقاطا انه بقى اكبر حجما واقوى. وبيبدا نشوفه انه بقى خلاص بقى شخصيه الوحش وبقى عامل زي الحيوان، بينط من فوق القطر، بيجري في الشارع بسرعه عاليه جدا. الدكتوره بتبدا تفوق وبتحاول تقوم عشان تكتب حاجه، واثناء ما الدكتوره بتحاول تكتب بيكون الوحش وصل. بنبدا نشوف تغيير كبير جدا على جسمه لدرجه ان كل عروقه بارزه، بيبدا يقرب من الدكتوره وبيحضنها بقوه لدرجه انه كسر عظمها وماتت. كيسي وهي بتحاول تفتح الباب بتشوف ان في فيديو لباري لما كان بياخد الطاقيه كان شايل المفاتيح وراها، وفعلا بتروح وبتشيل الطاقيه بتلاقي فعلا مفاتيح، وبتبدا تفتح الباب في اجواء من التوتر النفسي، وبتبدا تروح عشان تشوف مارشا بتلاقيها ماتت. بتتوجه لباب كلير وبتبدا تفتحه، وبنشوف انها اتسحبت من الارض بسرعه. كيسي بتدخل عشان تشوف بنلاقي الوحش بياكلها. يا رب الفيديو ده ما يتحذرش. كيسي بتقفل الباب بسرعه وبتهرب، لكنها ما بتعرفش لان المكان عامل زي المتاهه. وهي بتهرب بتوصل للاوضه اللي فيها الدكتوره، وبتشوف ورقه مكتوب فيها اسم كيفن بالكامل. بتشوف كيفن بقى سبايدر مان لدرجه انه بقى يطلع على الحيط. كيسي بتقعد تقول الاسم كذا مره. كيفن بينزل على الارض وابتدى يهدى وبيخرج من الاوضه. بننتقل لمشهد ام كيفن المجنون وهي بتزعله جامد باسمه بالكامل. ده بيعرفك هو ليه بيتاثر وشخصيته الحقيقيه بتظهر بسبب اسمه ده. شخصيه كيفن بتظهر وبيبدا يسالها انت مين اللي عمل كده في الدكتوره؟ قالت له انت. رد عليها وقال لها على مكان بندقيه والطلق بتاعها، وقال لها خلصي عليا. بنشوف ان كيفن ابتدى يقرب عليها وابتدت كل شخصياته تظهر، دينيس، بتريسا، حتى باري وهيدوين، كلهم بيظهروا في نفس الوقت عشان تمنعها من ان هي تحاول تقتله. كيسي بتزقه بتبدا تدور على البندقيه، بتوصل لها وبتحاول ان هي تبص عليها بتلاقي ان هي فاضيه من الرصاص. بتجري وبتحاول تهرب من الباب اللي الدكتور حطت فيه المنديل، وفعلا بتقدر تفتح الباب. وكيفن بيتحول للوحش للمره التانيه. من اقوى الحاجات الحقيقه طريقه التحول بتاعته في الفيلم ده. كيسي بتوصل للطلق وبتهرب، ولكن الوحش بيجيبها وبتقع على الارض، ولما بتمسك السلاح عشان تضربه بيسيبها. توصل لحته سد وبتجهز السلاح. بننتقل لمشهد كيسي وهي طفله مع عمها، وبنعرف ان ابوها مات بنوبه قلبيه. متخيل ان عمها اعتدى عليها وسبب لها صدمه وهي طفله، وغير كده كمان هتروح تعيش معاه. هنتكلم ده باستفاضه في نهايه الفيديو. كيسي بتحبس نفسها في زي قفص، الوحش بيوصل لها. اول لما بيحاول ان هو يهجم عليها بتبدا تضربه البندقيه. بنشوف ان اول طلقه ما اثرتش معاه، بتضربه تاني. بنشوف ان هو نزل على الارض لكنه بيقوم تاني ولا كأن في اي حاجه. بيمسك حديد القفص وبيقدر ان هو يوسعه شويه. بيبدا يلاحظ ان جسم كيسي عليه اثار اعتداء نتيجه ان اللي بيحصل لها من عمها، وبيبدا يقول لها انت نقيه. الوحش بيعتبر ان النقاء موجود عند الاشخاص اللي عانوا في حياتهم من الم ومعاناه، وبسبب ده مش هيخلص عليها، وبيسيبها وبيمشي. بنشوف راجل ان هو ابتدى يلاحظ ان الباب مفتوح، وبيروح يفتح الباب القفص وبيخرجها. وهو بيخرجها بنشوف انهم كانوا محبوسين في حديقة حيوان، والشرطة بتيجي وبيعالجوها. تقعد في عربية الشرطة، وبتيجي شرطية تقول لها ان عمها جاي يستلمها. تفضل بصلها بنظرة انها مش مهتمة ولا متحمسة، ولكنها نظرة باردة. وبيظهر كيفن وبنشوف ان هو لسه عايش، وان الطلق اللي اتضرب بيه مأثرش في جسمه ولا حاجة. بنبدأ ننتقل لمطعم وبنشوف ان خبر كيفن منتشر على الاخبار، وبنشوف ان في واحدة بتقول ان زمان كان في شخص كده من 15 سنة لكن هي مش فاكرة اسمه. وبنبدأ نشوف بروس ويلس بشخصية ديفين دون من فيلم انبريكابل، وبنعرف ان الفيلم بتاعنا ده من نفس العالم السينمائي، وممكن نبقى نعمل فيديو عنه لو طلبتوه. المهم بيرد عليها بيقول لها اسمه مستر جلاس، وده بيفتح لنا باب الاجزاء اللي جايه. وكالعاده رساله الفيلم الاول ثم هنشرح النهايه. رساله الفيلم بتتكلم عن العنف والاعتداء اللي بيحصل للاطفال، وان ازاي ممكن يأثر عليهم بشكل نفسي زي العزله والانطوائيه والاستسلام للشخص المعتدي زي كيسي، او ان العنف والاعتداء ده يأثر عليك لدرجه ان يحصل لك انفصام في الشخصيه، وتقعد تخلق في شخصيات كآلات دفاعيه عشان تعرف تتعامل مع العنف اللي بتواجهه. نهايه الفيلم ان شخصيه الوحش بقت هي المسيطره على كل الشخصيات، وان البيئه مجرد داعمين بحكم ان الوحش لا يقهر، بمعنى ان الرصاص البندقيه ما اثرش فيه. ده بيوضح لك ان هو اتنقل من بشري لكائن تاني اكنه خارق للطبيعه، وان الوحش شايف ان هدفهم الجاي هو ان الاشخاص اللي اتعذبت هم الاقوى اللي يستحقوا يعيشوا زي كيسي، واي شخص ضعيف لا لازم يموت. وبنشوف ان كيسي هتقدر تواجه الاعتداء اللي بيحصل عليها من عمها ده في مشهد الشرطيه لما بتبلغها ان عمها جاي يستلمها، ونظرتها انها هتواجهه وتنتقم منه. وبس كده، ما تنساش تصلي على النبي لو لسه لحد هنا، وسلام.